فيديو النهاردة هكلمك عن حوض السمك بتاعي، وهدي لك شوية معلومات حلوين عن السمك. ولو بتفكر تشتري حوض سمك، مش هقول لك على السمك اللي انت تشتريه ولا انواعه وكده، لان دي حاجة كل واحد براحته. انا بحب السمك ده، ممكن انت ما تحبوش. ف- بس هقول لك لو انت محتاج تشتري حوض سمك ايه اللي انت محتاجه. برضو لازم تخلي في اعتبارك وانت بتشتري سمك انك تشتري آه، سمكاية واحدة، ذكر، ميل، لكل 3 سمكات فيميل، علشان ما ينفعش تحط آه، سمكة واحدة فيميل مع 2 ذكورة، هيبوظوها. لا، هو ذكر واحد 1 ميل مع 3 فيميل على الأقل. ولاد لذينة محظوظين. بس وأكيد طبعا ال3 الفيميل دول بيتكلموا مع بعض وعارفين إن كلهم مع نفس الراجل ده، بس عادي، متقبلين الوضع. مش عارف احنا لأ ليه، بس anyway ده مش موضوعنا. آه، كل ميل 1 راجل واحد ل3 حريم. يا بخت ابن الذين والله. كل حوض سمك ليه انواع معينه من الاير بامب اللي بتدخل ميه جوه التانك، من الهيتر اللي بتدفي التانك او لو مش محتاجها اصلا، والنور اللي بيشتغل في التانك. النور في اليوم عامه ما بيشتغلش اكتر من 8 ساعات. تعالى هوريك التكلفه بتاعت حوض السمك كلها ممكن تبقى قد ايه. هنا ده عامل لك لسته كده فيها التكلفه بتاعت حوض السمك باليوم. فاي حاجه هنتكلم فيها باليوم، انت بقى اضربها في عدد ايام السنه بعد كده. طبعا انت بتستخدم نور والبامب اللي هي اللي هتطلع هواء جوه التانك، والهيتر لو بتستخدم الهيتر. وعلى حسب الفولتج بتاعه الهيتر او البامب او النور، كل حاجه بيحسبها لك باليوم هتكلفك قد ايه، لانك بتستخدمها عدد ساعات معين في اليوم. طبعا البامب بتاعه الهواء دي بتشتغل 24 ساعه في اليوم، النور بيشتغل 8 ساعات، الهيتر بتشتغل 4 ساعات على مدار اليوم كله. التكلفة بتاعتهم كلهم في الآخر هيكلفوك 21 قرش في اليوم. فدي تكلفة حوض السمك لو أنت رايح على الأنواع ديت من اللايت والهيتر والبامب. طبعا دي أحواض السمك كلها بأسعارها. ده مثلا حوض سمك حلو أهو ب 199، 200 جنيه، 160 جنيه، 330 جنيه. طبعا حوض السمك اللي انت بتشتريه ده هو انت بتاخده بكل الديكوريشن اللي جواه دي زي ما هي. في منهم ما بيبقوش بالديكوريشن على حسب. حتى كمان ممكن تلاقي احواض سمك صغيره خالص بقى، اللي هي يعني من اصغر الاحجام. هو حوض السمك كله اهو، بص انا حاطط ايدي عليه اهو، شبر، يعني مش جايب حتى شبرين. وده سعره 54 باوند، 55 باوند، 55 جنيه. بس ده صغير جدا، يعني ممكن تحط فيه سمكه واحده او اتنين بالكتير يعني. كل سمكه محتاجه 25 لتر ميه. ده اللي هم بيقولوه هنا يعني. بس انا بصراحه بخلي كل سمكه لترين حلوين قوي عليها يعني. دي برضو من احواض السمك اللي هي فاضيه كده زي ما هي. انت ممكن تجيب لها الديكوريشن بتاعتها بقى لوحدها، يعني هي بتتباع سايبه كده بره لوحدها. اختار اللي انت عايزه. بس انا بحب الاحواض دي ليه بقى؟ علشان فيها الدولاب ده. الدولاب ده
حط فيه كل الحاجات اللي جوه بقى اللي انت محتاجها في اي وقت ممكن تستخدمها وانت بتنظف حوض السمك او بتعمل اي حاجه. وحوض السمك بيبقى فوقها بالمنظر ده زي اللي عندي في البيت كده، بس انا اللي عندي اصغر شويه. دي بقى كل الديكوريشن انت تختار منها اللي يعجبك. بص مثلا ممكن تجيب حاجه زي كده، بس الحاجات دي انت بتجيبها مره وبعد كده خلاص يعني. وفيها حاجات غاليه جدا وفيها حاجات يعني مم. كويسه، بس انت بتجيبها مره واحده وخلاص. هي بتبقى مره وخلاص انتهى الموضوع. بص انت الحاجات دي ممكن تحطها في تانك السمك بتاعك، بتخوف السمك او بتخوف يعني مش عارف. حاجات زي كده تحطها في الفيش تانك بتاعك، حاجات زي كده زي اللي انا حاططها عندي في البيت كده. دي حاجات حلوه وجديده يعني، لسه طالعه جديده. دي السمك بيحبها اصلا. بس بص دي لوحدها مثلا سعرها كام؟ 10.99، 11 جنيه. دي بس كده لوحدها ب 11 جنيه. دي حلوه، السمك بيحبها عشان بينزل ينام تحت هنا في الايد دي، وبيحبوا يقعدوا فيها، بيناموا جوه. بعد كده انت بقى عايز تجيب المضخه، البامب اللي هي او الفلتر اللي هيشتغل في الميه، اللي هيطلع ميه للسمك ويظبط الليله. الفلترات انواع، فانت برضو هتجيب لك فلتر. المهم وانت بتجيب الفلتر لازم تتاكد ان الكوست بتاع الفلتر نفسه اللي بتغيره بقى، لان الفلتر بيبقى جواه السفنجه زي دي كده، والسفنجه دي بيبقى اللي فيها انواع واسعار. فما تجيبش فلتر السفنجه بتاعته هتكلفك كتير يعني. هي السفنجه دي ممكن بتتغير يا مره واحده يا مرتين في السنه على حسب. فانت بتجيب الفلتر اللي يكون كويس لكميه الميه اللي في التانك بتاعك على حسب حجمه قد ايه، وبتجيب الفلتر بحيث ان هو ما يكلفكش كتير في السفنجه اللي بتتغير جواه دي. فزي ما انتم شايفين ده التروبيكال، السمك اللي بيعيش في الميه الدافيه بس. وده الكولد ووتر، السمك اللي بيعيش في الميه الساقعه بس. وفي بقى سمك زي ده تروبيكال برضو، بيعيش في ميه دافيه بس ميه مملحه زي ميه البحر، مش ميه عاديه، لازم تكون ميه مملحه. فده الفرق بين الثلاث انواع من التنكات بتاعه السمك. شوف بقى انت عايز تجيب انهي نوع. العيال خلاص قرروا هنشتري ايه، فهم قرروا هيجيبوا سمكتين اتنين عشان هنا في اربعه ب 18 جنيه. فاي اربع سمكات من اللي هم نوعهم مولي اللي احنا هنجيبه ده، في من المولي ده سيلفر ماربل، وفي منه بلاك مولي، وفي منه وايت مولي، وفي منه بالون مولي. فكل دول انواع كتير من المولي ده. فدلوقتي العيال قرروا ان هم هياخدوا اتنين من ده الماربل مولي ده، وهياخدوا واحدة أبيض وواحدة أسود من البلاك مولي والوايت مولي، وكلهم مع بعض الأربعة هيبقوا ب 18 جنيه، لأن أي أربعة ب 18 جنيه. يلا 18 جنيه عشان نخلي حوض السمك حلو والسمك يفرح. بس دلوقتي بقى عايزين نجيب حد علشان يجوا يصطادوا السمك، يحطوه لنا في كيس، تاخده بقى وتروح البيت تحطه في حوض السمك بتاعك. خلينا ننده على حد عشان نشوف. هلو anybody here؟ ادي السمك اللي احنا جبناه بيديهولك بالمنظر ده كده. طيب هنا بقى ايه السمك اهو. تحط السمك ايه بالراحة في المية. فانت ايه سيبه هو لوحده كده، ايه الكيس ياخد من المية بتاعت التانك بتاعك، والسمك يبدأ يطلع اهو. بص بالراحة السمك بيطلع بره. دول لسه في الكيس. كده كلهم خرجوا خلاص. بالراحة تشيل الكيس، تأكد ان مفيش حاجة باقية جوه. الاربع سمكات كلهم نزلوا بس، وخلاص كده. هيبدأوا بقى ايه يتبسطوا مع بعض. هياخدوا على بعض دلوقتي وهيتعرفوا على بعض. من الحاجات الحلوة اللي خلتني أجيب تانك
سمك او حوض سمك في البيت، ان بنتي كانت بادئه تسالني زي كل الناس اللي هنا في بيوتهم عندهم كلاب، عندهم قطط، عندهم كده يعني الحيوانات دي. فهي كانت بادئه تسالني بابا عايزين نجيب كلب، عايزين نجيب قطه، عايزين نجيب مش عارف ايه. وكانت مصممه يعني عايزاني اجيب لها يا كلب يا قطه. وانا بصراحه ولا كنت عايز اجيب لا كلب ولا قطه، فقالت لي طب نجيب اي حيوانات في البيت. فقلت لها خلاص ماشي، عايز اي حيوانات نجيب لك حيوانات. ايه هي اسهل حاجه بقى؟ ما توجعليش دماغي، قلت لها نجيب لك سمك. ايه المشكله؟ سمك حلو. فمنها فرحتها وجبت لها اللي هي عايزاه، ومنها ما وجعتش دماغي. ما اجيب كلب اقعد بيه انا ولا؟ وبعدين انا اساسا مش عايز كلاب في البيت، ما ينفعش. ولا قطط برضه ما ينفعش. انا عندي قطط كتير عمالين يجروا مدوخيني طول النهار. ف لا، سمك حلو. بص اهو، عايزه بيت ات هوم اهو. جميل. سيبه بقى كده اسبوع، الميه دي بتتنضف كل اسبوع مثلا. ولما تيجي تنضف الميه، انت بتشيل بالظبط من التانك حوالي التلت. يعني بتشيل من فوق من هنا من اول الميه لحد تلت التانك، هما دول الشويه اللي بتشيلهم وتحط مكانهم ميه جديده. بس راحت دماغي يا عم، هوجع دماغي ليه؟